sections هقسم الشعر يعني. اوكي جايز، قبل ما نبدأ حابة ادي تحذير. look at this. عملت تيست هنا، مش عارفة لو الحرارة دي زادت انا هروح اغسله على طول. اوكي. واكتشفت ان اللقطة بتاعت البروسيس باظت، يعني مش شغالة. What's poppin', hallelujahs, it's Omnia, and guess what? I am back again. مش عايزة اطول عليكم في المقدمة، زي ما شفتوا في عنوان الفيديو انا هصبغ شعري للمرة 6000. يعني هو انا اول مرة خالص صبغت شعري صورت في القناة، تاني مرة برضو صورتها، تالت مرة عملت قصة وصبغت شعري بينك، ما صورتهاش بس هحطلكوا صورة شكلي ساعتها. طيب يا بعدين ابتديت اصبغ من غير ما اصور، ف يا اعتقد واضح ان انا غيرت اللون من بينك الازرق يا بقالي كتير بصبغ، مش عارفه ابطل. مش هقدر اقول لكم هغير اللون ولا لا، بس انا يعني مش عايزه احرق بجد، مش عايزه احرق. بس انا لحد دلوقتي بقالي سنتين يمكن، من 2022 لا من 2023 و24 بلعب على لونين بس، على درجات لونين بس اللي هما البيربل والازرق. اوريدي اصلا عملت تيست هنا، مش عارفه باين عندكم ولا لا، باين عندكم يا لسحب اللون. ف البروسيس بتاع النهارده هيكون طويل لسبب، لانه انا شعري اوريدي طول اوكي، بس وزي ما انتم شايفين فتح انا اللون من كتر ما انا بصبغ ازرق ونفسجي كتير لزق في شعري اوكي. فموجود بس في الاطراف، وانا بحب اللون يبتدي من هنا، فده اللي احنا هنعمله النهارده اوكي. وطبعا عشان انا صابغه من جوه برضو، فبرضو اللون هيبتدي من فوق هنا اهو، فهنا هيكون يعني عملية من الصبغ وسحب اللون طويلة جدا. فلايك شير سبسكرايب. روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام لو مش عاملين لي، فايتكم كتير. هابي نيو يير. انا معرفش الفيديو ده هينزل امتى، بس هابي نيو يير. انا دايما بصبغ شعري باي ذا واي اخر كل سنه، بس ما لحقتش اخر سنه 2024، يعني ما لحقتش في شهر 12 24 عشان كان عندي امتحانات. يلا نبدا. اوكي جايز، قبل ما نبدا حابه ادي تحذير يعني كبير، تحذير. احذروا ثم احذروا ثم ممنوع الاقتراب والتصوير، واحذروا احذروا احذروا اوكي كتير، احذروا كتير اللي انا هعمله في فيديو النهارده وفي الفيديوهين اللي انا صبغت فيهم برضو في القناه، لان الموضوع بقى خلاص يعني بقى نوع من المحتوى في قناتي تقريبا اوكي. انا بصبغ فور فن، او مش فور فن، انا بصور فور فن يعني للمتعه بس اوكي، وعشان ذكرى ارجع لها واشوف الغباء والهبل اللي انا كنت بعمله والخرابيط اللي انا كنت بعملها. لكن انا مش عشان بقالي فتره بصبغ يبقى انا خبيره، يبقى انا صغيره ما اعرفش حاجه، انا بتفاجئ زيكم يعتبر لحد دلوقتي على فكره، حتى سحب اللون فما تعملوش اللي انا هعمله النهارده. يعني انا هوريكم البروسيس وهوريكم الحاجات اللي انا هستعملها، بس ده مش معناته ان انا بقول لكم تعملوا زي ما انا هعمل، لا 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 لا, لا. ده مش عارفه انا بعمل ايه، انا مش عارفه انا بعمل ايه في حياتي كلها اوكي. فدونت دو وما تعملوش يعني تعملوش اللي انا هعمله في البيت اوكي. دونت تراي ذس ات هوم، يعني لا تجرب هذا في المنزل. طيب انا بقولكم بكل اللغات وبكل اللهجات عشان تفهموني اوكي. ما حدش يعمل الهبل والهطل والخرابيط اللي انا هعملها في فيديو النهارده. انتوا تعملوا شعركم وتعملوا الالوان الهبله اللي انا بعملها دي، روحوا الكوافيره او صالون يكون دي كيميكالز، دي حاجات كيماويه وكده، ما تبوظوش شعركم بايديكم. روحوا الصالون يكون ممنوع. اقفلوا الفيديو. اقفلوا الفيديو. بس بجد جديا ما تقلدونيش يا جماعه، انا محمره، ما تقلدونيش. اوكي يو جايز، بما انه الاضاءه كارثيه في الصاله فحاولت اعدلها قدر الامكان، اعذرونا على الاضاءه طول الوقت، بس لسه ما جبتش اضاءه. anyway هي دي كل حاجه انا هستعملها في سحب اللون. ده كده سحب لون مش صبغه، في فرق. ها اوكي. ده الباودر بتاع سحب اللون، وده اللي بيسموه ديفلوبر برضو بتاع سحب اللون. معلقه بلاستيك، طبق بلاستيك، الهير كليب،
وجبت كل الجوانتيات اللي في البيت او الجلافزات وقصدير، يا رب يكفي يعني. يا دي كل السبلايز. ما تستغربوش انه ده كتير وده كتير وكده، لانه احنا احتمال نسحب لون اكتر من مرة، اكيد مش في نفس اليوم يعني. انا حاسباها انه المفروض على اسبوع يخلص، بس يعني يا Hey guys, we are back. وانا حرفيا بصبغ شعري الساعة 2:30 بالليل. معرفش انتوا ملاحظين ولا لا، بس حرفيا شعري بيكون في احسن حالاته لما بكون يا اما رايحة اغسله او رايحة اصبغه. مش عارفة هي دي من ده استغاثة، مش عارفة بس بجد يا صعبان عليا. المفروض ان احنا هعمل سكشنز، هقسم الشعر يعني، هقسم الشعرات وهنبدأ يا عشان المراية اللي هنا مش احسن حاجة، فهروح اعمل شعري سكشنز في المراية اللي في الأوضة وهرجع. I'm back. فقسمت شعري لحد دلوقتي على اوريدي كان مصبوغ، طبعا هيتسحب لون من فوق لتحت. فدلوقتي التقسيمة اللي انا عملتها دي لازم اقسمها اكتر. يا ده اللي احنا نعمله. look at this. والحين هنبدأ نعمل سحب اللون، يعني مش هنبدأ دلوقتي، قصدي لسه هعمل لهم ميكس. let's go. فين ان انا برضو محتاجة ماسك، بس مفيش ماسك متوفر الان، فهحاول قدر الامكان مستنشقش. هاي جايز، فانا سحبت لون من شعري يوم الاحد وريحت شعري الاثنين، والنهارده الثلاث، فهنسحب لون النهارده كمان مره، بس مش دلوقتي، بالليل خالص. anyway فانا جاي اوريكم نتيجه سحب اللون الاولاني. بس قبل ما اعمل كده عايزه اقول لكم ان البروسيس بتاع سحب اللون انا صورته كله اوكي، بس جيت عشان انقل اللقطات امبارح من الكاميرا لللابتوب واكتشفت ان اللقطة بتاعت البروسيس باظت، يعني مش شغالة. دي مش اول مرة تحصل باي ذا واي، يعني اعتقد لو رجعت الفلوجات اللي فاتت. انا مش عارفة المشكلة فين بصراحة، في الكاميرا ولا في الميموري. في الحالتين ما عنديش فلوس عشان اغير الاثنين. anyway انا مش لاقية المشكلة، بس هحاول في المونتاج اشغل الفيديو تاني. لو ما اشتغلش هو يعتبر جزء كبير، جزء مهم قوي من الفيديو يعتبر باظ او اتمسح، يعني لا تسي اتمسح. عرفت ارجعه في المونتاج كان بها، ما عرفتش او وانا بمنتج يعني كان بها. لو ما عرفتش هحطلكوا كام صورة وانا بعد ما حطيت الفويلز ولفيت شعري صورتها بالتليفون، يمكن لقطة فيديو I don't know. المهم برضو هكمل تصوير الفيديو ده، يا رب بس الباقي ما يتمسحش. اتمنى يا رب. شفتوا نص الشعر، فخليني اوريكم الباقي. 3 2 1 يا here we are. قلبة على طاووس. they call me أمنية الطاووس او أمنية عصفورة الحق، معرفش اللي انتوا عايزينه. من هنا قلب اخضر ازرق اعتقد زي ما هو، او يعني فتح في اخضر كتير، في كتير قلب اخضر يعني حتى من هنا. اهم حاجه من تحت كده اهو، من هنا، عشان لما اجي اصبغ اللون الاساسي لما ارفع شعري يكون بيرفكتو. سحب لون راوند 2. ليتس جو. كفت هنبدأ.
هحطه على 30 دقيقة المرة دي، بس تجنبا انه يتحرق. يا المرة اللي فاتت انا حطيته على 40 دقيقة، ف يا المرة دي فوضوي سيكا يعني مش هتفرق قوي عن المرة الأولانية. يعني المرة الأولانية برضو كانت فوضوي، بس المهم انه يا حاولت اخلي الباقي يكفي وهو كفى. يا اوكي see you guys see you. oh my god الدنيا بايظة خالص. المهم باقي 13 دقيقة اعتقد. يا انا المرة اللي فاتت سبت 40 دقيقة زي ما قلت لكم، المرة دي هسيبه نص ساعة بس، عشان فعليا انا حاسة بحرارة يا جايز، ما اعرفش ليه، بس يعني مش حرارة اللي هي، بس في هيت، فلو الحرارة دي زادت انا هروح اغسله على طول. اوكي بجد ربنا يستر، عشان يعني بيحرق. اوكي مش قوي، بس لو زاد الموضوع هروح اغسل شعري. يا ربنا يستر. هاي جايز، أمنية عصفور الحقل is back. بس بشعري افتح شوية. هعمل نفسي ولا كأني كنت هحرق شعري امبارح، او كنت حاسة نفسي بتقلي تقريبا وانا بسحب لون المرة التانية. يا انا اخر مرة سحبت فيها لون كانت من سنتين، فانا مش فاكرة هو ده حصل برضو ولا لا، بس اعتقد فاعتقد انه ده طبيعي، يمكن لا، مش عارف. جديا سحب اللون امبارح يعني كنت واخده بالي منه قوي، وسبته نص ساعه زي ما قلت لكم، مش 40 دقيقه، علشان بجد كان كل شويه يعني في حراره هنا. اوكي وحاسه انه الحته دي عارفين هموت واهرش. اوكي بس مش هينفع. اوكي فمش عارفه، عشان انا امبارح يعني ما خليتش انه كل خصله لوحدها زي اول مره، لان انا اول مره عملت 3 فويلز مش فويل واحد، ولا يعني خليت الخصله مع بعض. المره التانية، المره الاولانيه كنت فاصلاهم. اوكي يعني كنت عامله خصله كده هنا، ولا هو طبيعي تاني مره يعمل حراره. I don't know guys I don't know، بس يعني شعري كان هيتحرق. خلينا ننسى. اوكي خلينا نحاول ننسى. الساعه 1:30 بالليل، يعني خلاص بقينا الخميس اعتقد. وانا عندي ترانزيشنز كتير عايزه اعملهم، يعني عايزه اخلصهم، ولسه ما صبغتش شعري. المفروض هخرج الجمعه. صباح الفل. المفروض ان انا هصبغ شعري. بس خليني اوريكم الالوان بقت عامله ازاي. يعني اعتقد واضح من غير ما اوضح. بصوا شعري مات. بجد انا بضحك، انا يا حلاوه. بس يعني الحراره دي عملت حاجه، يعني فتحت. انا متوقعتش اصلا انها تفتح بعد نص ساعه، بس فتحت جامد يعني عن الاول خالص. في حتت هنا لسه صفرة، عشان كده بقولك انا معرفش انا بعمل ايه. بجد في الوان كتير انا مش عارفه الموضوع ده هيظبط ازاي اصلا، بس المهم انه فتح اغلبه، يعني بغض النظر عن الحتت الصفرة دي. وهنا برضو ارون لو شايفين، هنا برضو اوكي يعني جامد. لو لاحظتوا انا استعملت سحب اللون بس هنا ما قربتش من الازرق، لان الازرق كده يعني اوريدي هنا فتح باخضر، فهنا برضو هيفتح باخضر، فمش هتفرق قوي. اوكي مش هتفرق كتير، كده طول ما هو اللون غامق هيغطي على اوكي. خليني اوريكم الصبغه اللي هستعملها. حسنا اعزائي الصغار، في الفقره دي هنستعمل معلقتين بلاستيك، اطباق صبغ في تطور، الكثير من الصبغه، وازرق. في ازرق تحت برضه، يعني هفتح كوافيره بشكلي ده. طيب جبت كتير عشان انا بجدد اللون كتير، اوكي بقالي اسبوع شغال على شعري وتعبت، هيا بنا لنذهب ونصبغ. عصفور الحقل is back. فالخطة كالآتي: أنا في الغالب هصبغ شعري كله نفس اللون، بس بفكر إني أعمل خصل بنفسجي، ميكس بين البنفسجي والأزرق، وده هيكون اللون الأساسي، والبنفسجي هيكون لوحده. بصبغ بنفسجي من جوه ومن بره أزرق، ومن هنا ازرق والقص ازرق وكده، لكن حابه اغير المره دي فهنشوف الالوان اللي في شعري دي هتظبط ولا لا. يلا نبدا.
بنفسجي فوق الازرق. فهنحط بنفسجي فوق. ده بيعمل ميكس بين اللونين دول رهيب. This is the mix. Let's mix. وعندنا الميكسين، ده الاساسي وده شويه بيربل على الخصله اللي انا قلتلك عليها، اللي انا معرفش هتظبط ولا لا بس هنشوف. يلا نبدا. خلصت جلوفزات البيت على سحب اللون، فهستعمل كيس عشان لما نظبط بس على ايد واحده. يلا نبدا. Let's go. Let's go. Okay. اوكي كده اوريدي لمست ايدي الثانية خلاص عادي. وهحط كيس على ده. او ماي جاد. واو. واضح ان انا صبغت بضمير اوي صح؟ ياي. Hola. طيب انا برضو يعني انا بختار اوقات تحفة للتصوير. anyway hi guys احنا في شهر 5. انا مش عارفة ازاي بعد ما صبغت شعري نسيت اصور النهاية واوريكم شعري. اوكي بس خلاص يعني انتوا مش غريبين. طيب سيبكوا خالص يعني انا مش عارف هي الغلطة مني ولا من الجيران. مش I don't know. هي في حاجات غريبة بتحصل لما اجي ابدأ تصوير. اهلي صحيوا عادي جدا. خليكم معايا ركزوا معايا شوية. التصوير اللي فات ده هو كله كان في شهر 2. احنا في شهر 5. صورت نهاية للترانزيشنز ونسيت اصور نهاية للفيديو. واو بيرفكت. اوكي يا anyway هبقى احط لكم صورة لشعري او هحط لكم الفيديوهات الترانزيشنز من غير الموسيقى وكده كده هينزلوا اصلا تاني. اوكي انا نزلتهم على انستجرام بس هنزلهم على يوتيوب شورتس مع الفيديو ده. يا المهم هوريكم شعري هو ستريت كان عامل ازاي اول ما صبغته وكده. وده شعري دلوقتي بعد ما عدى عليه اشهر. هو طول شويه من يعني بصوا مش طويل قوي. اوكي يعني هو زي ما هو يعتبر بس هنا مش عارفه التسريحه دي مبينه ولا لا بس اهو ده هو. وهو شويه فاتح هنا لان لما بغسله اكتر من مره بيفتح هنا. بيقلب على شويه ممكن ازرق مخضر اخضر شويه مش اخضر بالظبط بس I don't know guys بيفتح بيقلب
تركوازي كده، ازرق فاتح، مخضر احيانا او شويه، يعني من تحت غامق ومن فوق فاتح شويه. ده عشان سحب اللون شويه، نص فتح ونص اشقر اصفر فاتح، ونص التاني كان اصفر يعني حاجه مش هعرف اشرحها عشان اللون غامق، فمش باين قوي انه يعني في اختلاف قوي في الازرق لان هو لون واحد ازرق. فدي كانت نهايه فيديو النهارده يعني اخيرا. اوكي فلو عجبكم فيديو النهارده don't forget to like share subscribe. روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام لو مش عاملين لي، فاتكم كتير على الستوريز. اوكي بصراحه اوكي يعني ينفع كده guys. بس والله thank you for watching. سوري لو سامعين صوت حاجه خيار بياكل. وهاللويا peace out babies. Bye bye, see you next video.